اول عيب ان دي وظيفه مجهده بدنيا جدا، هي بتهد الجسم. اللي اسال اي حد بيشتغل دليفري او مندوب، لو بيشتغل اليوم كله هتلاقيه اخر اليوم بيقول لك انا ببقى مدغدغ، بينام جسمه متكسر. لو واحد بيشتغل يوم كامل بيروح قتيل اخر اليوم. موضوع الاجهاد ده ليه 5 حلول او 5 طرق لحله. حاول يعني لو تجمع ال5 حلول يبقى 100 100. اول حاجه لما تجيب موتوسيكل، حاول تجيب موتوسيكل قعدته مريحه، ما يكونش قعدته متعبه، ما يكونش الكرسي بتاعه ناشف، يكون الدركسيون بتاعه عالي عشان يفرد ظهرك. يعني انا عن تجربه، انا جربت موتوسيكلات كتير جدا، اكتر موتوسيكل كان مريح في قعدته في الشغل لوقت طويل الداير 40. ليه؟ لان الجادون بتاعه عالي، فبيخلي ظهرك مفروض طول اليوم. فانت دايما دور على الموتوسيكل قعدته مريحه، بحيث ان هو ما يرهقكش طول اليوم. تاني حاجه لما تيجي تختار موتوسيكل، حاول تكون موتوسيكل الهزه بتاعت الموتور فيه تكون قليله، لان الهزه دي فعلا بتتعب الجسم على اخر اليوم. الموتوسيكلات اللي ما فيهاش هزه جامده، الموتوسيكلات اللي فيها حدافه اتزان، او اللي موتورها على كتينه مش على سياخ، زي البوكسر موتور على كتينه مش على سياخ. الموتوسيكلات الدايون والحاجات دي على سياخ، فبتبقى مرهقه جدا. بس في موتوسيكلات بتبقى فيها على سياخ، بس فيها حاجه اسمها حدافه اتزان، بتقلل هزه الموتور فتقلل الرجه طول ما انت ماشي. من ضمن الحلول كمان ان انت دايما حاول تهتم بتغذيتك، حاول تاكل كويس. على فكره الموضوع ده انا كان بالنسبه لي مش بهتم بيه قوي، بس لما اهتميت بيه فرق معايا. انا متعود دايما كل يوم يا اما باخد فيتامينات او باخد مثلا معلقه عسل عليه غذاء ملكات عليه جينسنج. الجينسنج بيدي باور جامد. لما تاخد حاجه زي كده اول اليوم هتلاقي نفسك عندك طاقه لاستمرار الشغل اخر اليوم. انا فعلا جربت في ايام ما اخدش مثلا الخلطه اللي هي غذاء العسل وغذاء الملكات والجينسنج، فعلا على اخر اليوم بكون مجهد. لكن لما باخدها انا ممكن استمر لغايه اخر اليوم. اللي بيوقفني عن الشغل ان انا لازم اروح انام عشان اشتغل تاني يوم، لكن بيديك طاقه وباور تقدر تستمر طول اليوم. وطبعا هي حاجات صحيا مفيده ليك عموما، يعني بعيدا عن الشغل. من ضمن الحاجات اللي تخلي بالك منها برضك ان انت لو في الشتاء لازم تهتم ان انت تلبس تقيل عشان تحافظ على صحتك. انت دلوقتي لو انت ماشي جالك دور برد هتقعد في البيت تاني يوم مش هتعرف تشتغل. لو خدت شتويه جامده وجسمك اتبل، بعيدا عن البرد انت مش هتقدر تكمل يوم شغل. هتكمل ازاي وانت مبلول؟ فلازم تهتم بلبسك وتهتم بحاجات تحميك من الشتاء دوت. خامس حاجه في الحلول عشان تقلل الاجهاد بتاع الشغل ده، حاول دايما بين كل مشوار والتاني انك تقف تفرد ظهرك تريح شويه. الموضوع ده بيبقى اخف شويه مع الناس بتوع طلبات وتوصيل الاوردرات. ليه؟ لان هو بيطلع وينزل كل شويه، بيريح نفسه بيريح المكنه. لكن الناس اللي بتاعت النقل الذكي ممكن يفضل يلحم مشوار في مشوار في مشوار، يفوجئ ان عدى عليه 4 5 ساعات ما قامش من على المكنه. فانت حاول بين كل مشوار والتاني تقوم تفرد ظهرك، تقف تريح رجليك كده جنب المكنه.